أخرى قدمها طلبة السياحة بجامعة ماستر السياحة بجامعة بن زهر في احتفال خاص برأس السنة الميلادية الأمازيغية. 137 طبقا في التقديم، والتقديم لم يخرج عن اللمسة الأمازيغية كما سنتابع معك الحسين زيك. إحياء السنة الأمازيغية الجديدة لا يكتمل إلا بتحضير الأطباق الرمزية للاحتفال بليلة إيدي النير. طلبة ماستر السياحة والتواصل لجامعة ابن زهر بأكادير قدموا بالمناسبة أطباقا تمثل كل جهات المغرب، وجبات تختلف من منطقة إلى أخرى، إلا أن قاسمها المشترك تأثرها الكبير بالأرض وبالمحاصيل الفلاحية. حنا هذا اليوم غادي نقدموا 134 طبق من المغرب كلشي، وكنركزوا بان على الخصوصيات ديال الاطباق المغربيه والامازيغيه اللي كترافق مع طقوس ومع كذلك مع المجال الجغرافي ديال كل منطقه. ندونوا ونحافظوا على الاطباق المغربيه اللي عندها واحد النكهه خاصه، وخاصه الاطباق بجهه سوسبه صدرعا. وبعد أن تذوق الجميع حلاوة وجمالية هذه الأطباق، جاء الاحتفال بكل مظاهر الأفراح بالعادات التي تثيرها منظومة الموروث الثقافي، بنغمات ترسم صورة من صور التنوع في الاحتفال والإبداع. هدفنا التعريف وإعادة الاعتبار لهذا الموروث التقليدي المغربي. الضيوف سيتذوقون الأطباق باختلاف مناطقها الجغرافية والثقافية. لدينا 7 أطباق تمثل اليهود المغاربة وجهات المغرب عموما. الاحتفال بإخفن سكواس ورأس السنة الأمازيغية إيدي النير هو استقبال لسنة مليئة بالخيرات في المستقبل، فمن يحتفل بالنير سيحظى بسنة ملؤها الازدهار والسعادة. إخفن سكواس همباركي لكل مغربي.